حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد من بيت اوسه ومامة اوسه. لو انت جديده ما تنسيش تشترك في القناه عشان تكبري عيد الدودو. وعايزه اشكر كل واحد دخل قناتي بجد، يعني نورتوني في قناتي. وعايزاكم بقى تاخدوا لفه كده في الفيديوهات اللي تحت وتقولي رايكم فيها ايه. بوريكم يا بنات ان انا بستعمل مصر كافيه تحفه، والمره دي بقى جبت الكبير. طمعت وجبت اكبر حجم. انا كنت فاتحاه، كنت واخده منه، كنت عامله منه بالليل لما جبته كده. بس انا قلت لازم اوثق اللحظه دي معاكم ان انا افتحه معاكم. عايزه اقول لكم يا بنات، والله انا كنتش قادره خالص انزل فيديو. يونس سخن جدا وتعبان قوي، فما كنتش قادره خالص ان انا انزل فيديو. فالفيديو ده اصلا انا كنت مسجله قبل كده، فقلت الحمد لله عشان خاطر انتوا عارفين ان اليوتيوب يعني بيموت القناه لو انت ما نزلتيش الفيديو الميعاد بميعاده. هنا بصوا، انا فطرت. اليوم ده كان من يومين. انا فطرت وعملت واحد نسكافيه، وبقى ايه استعنت كده على الشقه بالله وقلت اخش اعمل اكل. طبعا انا يونس تعبان بقاله يومين. الفيديو ده كان هو تعبان فيه او قبل ما يتعب. عايزه اقول لكم بس برضه وقتها كان مطلع عيني على بقى السويت وعياط وبصوا يعني. انا طلعت من مرحله الفطام، دخلت في مرحله سخونيه. بس طبعا هو لسه ما نساش. يعني امبارح وهو عيان عمال يقول لي مام مام مام. يا بابا خلاص، ده خلاص ما ينفعش. بصوا يعني بجد الموضوع صعب قوي يا بنات، صعب قوي قوي بجد. يعني مش عارفه بس الخطوه دي صعبه قوي، صعبه قوي قوي. هنا بقولكوا انا بستعمل مضرب حلو قوي قوي قوي، ما كانش غالي خالص عشان في ناس كتير قوي سالتني عليه. حلو جدا. هنا انا بصوا بحط ميه ساقعه في النسكافيه، بتساعدك ان الفوم يعلى معاكي بسرعه. لو انت يعني من عشاق النسكافيه وتقولي الفوم يعني ما بيعلاش معايا ليه، فهو ده بيساعدك ان الفوم يبقى اسرع معاكي يعني. يبقى الفوم يطلع معاكي اكتر. اهم حاجه تصلي على النبي في الكومنت عشان نكسب انا وانت حسن. فيديو النهارده صغنون خالص عشان بس وفيديو برضو تشجيعي. هنعمل مع بعض حبة افكار ان شاء الله يعني كانت تعجبكم. هي حبة افكار اكل يعني للعرايس الجديدة اللي لسه ما بيعرفوش يعملوا، ما بيعرفوش يمشوا يومهم ازاي. واوريك احنا بقى بنمشي يومنا ازاي. انا واوريكي ماشي يومي ازاي. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ربنا يا رب يديكوا يا رب يا بنات، يا رب كلكم يا رب يا رب. نفسها فضل تجيب ولد ونفسها بتجيب بنت ان شاء الله باذن الله. ربنا يرحم اموات المسلمين اجمعين ويرحم ابني واخويا اللهم امين. واللهم بردا وسلامة على اهل فلسطين. ربنا يا رب يصبرهم ويجعلهم من الشهداء ويقف جنبهم ربنا ان شاء الله، يطلعوا منصورين ومجبورين الخاطر باذن الله. هنا بقى عايزه اقول لكم بصوا، انا الاول كنت بشرب واحد نسكافيه في اليوم يا بنات بجد. انا دلوقتي ممكن اشرب ثلاثة في اليوم وساعات 4. فالموضوع صعب قوي يا بنات بجد بجد. الموضوع صعب قوي ان انت تشربي نسكافيه يوما. انا كان اخري واحد في اليوم، دلوقتي بقى 2 و3. ولو ما شربتوش بصدع. مش عارفه بقى ده قله نوم ارهاق، والله ما اعرف يعني الواحد مش عارفه. إيه بس كده يا بنات. هنا هو بعمل هون نسكافيه. طبعا فطرت كده معاكم. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم الفطار ده اتشال زي ما هو. البيض اللي انا عاملاه، انا كنت عامله بيضه واحده والله يا بنات اتشالت زي ما هي. يونس مرضاش ياكل منها ولا تمن حته. يعني المفروض ان هو اتفطم. كله بيقول لي المفروض لما تفطميه يبدا ياكل. انا لا، الموضوع معايا العكس خالص. يعني يونس صعب قوي 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 يا بنات في اكله. عايزه اقول لكم بقى انا الميه قطع عندي بقى لها 3 ايام، بتيجي ساعه واحده في اليوم. طبعا يونس تعبان بقاله يومين، فمخليني ان انا مش بلحق الميه. فعندي كميه مواعين بجد انا كان نفسي اصورها معاكم. بس انا النهارده طبعا قمت ويونس نايم. قمت غسلتها بسرعه جدا. طبعا انا اللي هخلصه بره التصوير ربع ساعة أو نص ساعة، لكن في التصوير بطول يا بنات. يعني لو أنا مثلا بغسل المواعين تاخد معايا ربع ساعة، في التصوير ممكن تاخد معايا ساعة. أنا طبعا كنت بنجز جدا عشان يونس نايم، فأنا عوضها. بس والله العظيم كان كنت غسلت المواعين معاكم بجد. كان تشجيع جدا بقى، وكان هيبقى فيديو يطلع جامد جامد من الآخر. بصوا بقى، هنا أنا كان عندي كبد وقوانص وزور وحتت. عشان انا كنت بصوا، انا خليت الصدر خالص، خليته طبعا سبت فيه الورك اللي فوق ده الصغنون. خليته وعشان خاطر اعمل بتاع مكرونه مكرونه اسمها ايه يا بنات؟ هيتلخبطت في ايه؟ مكرونه نجرسكو. فانا كنت خليها قبل كده يعني. قلت
حطاهم في الفريزر مش عارفه اعمل ايه، قلت لا انا هعمل لهم شوربه واعمل لهم تتبيله حلوه واسيبهم لحد ما الميه دي كده تنشف واشوحهم. بصوا كان طعمهم حكايه. بصوا دي انا بحضر الصلصه دي لبكره مش للنهارده. انا النهارده هعمل مكرونه بالصدق بشاميل. فدي اصلا دي انا بحضرها لبكره مش للنهارده. الصلصه ديت كانت حسيتها ان هي طريه جدا في التلاجة، فقلت انا كده كده بكره او بعده هعمل مكرونه بالصلصه، فقلت لا استفاد بيها بدل ما حرام تبوظ. وانا مش بحب يا بنات استعمل الطماطم اللي هي الطريه خالص، انا مش بحبها بقرف منها فممكن ارميها. طبعا الطماطم الايام دي انتوا عارفين ان هي غاليه جدا، فحرام يعني حرام. فانا قلت ايه اسبك كده الصلصه واحطها في التلاجة، ما بتضرش ولا بيحصل اي حاجه. وبعد كده تطلعيها في التلاجة مش في الفريزر، وهطلعها اسخنها واسلق مكرونه. عشان يا يونس يا بنات الايام دي غاوي المكرونه جدا. فانا بقى ايه ابدا اجهزها. انا بحمر تومه وبحط حبه خل تدي طعم حلو. انا بعملها مش بالبصل، انا بعملها دي هعملها بالثوم. فالثوم بيحب الخل يا بنات. عايزه اقول لكم بقى التسبيكه دي المكرونه فيها بتطلع حكايه 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 حكايه، بجد بتطلع جميله قوي قوي قوي. هنا بقى هو بصوا استخدمت الكبه. بصوا بقى عايزه اقول لكم فرمه الطماطم بطريقه رهيبه. بصوا برضو انا ما صفيتش الطماطم يا بنات، لو تلاحظوا برضو انا ما صفيتهاش. تحفه تحفه تحفه. لو وصلتي بقى لحد هنا وانت اول مره تشوفيني دي قناه دودو، انزلي خدي لفه بقى تحت كده، وانزلي بقى اعملي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو من قلبك، ما تبخليش عليا بالكومنت. واشتركي كده في القناه عشان اوصل لل1000 وال10000 ان شاء الله باذن الله. فادعوا لي يا بنات، ادعوا لي بجد ان انا نفسي احقق حلمي. نفسي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني واكبر القناه بتاعتي. بجد بحلم يعني بحلم. بص انا طلعت كان عندي ربع صدق فطلعته من الفريزر. طلعيه من الفريزر قطعيه على طول عشان خاطر يعني ايه بيتهرى منك، فاهمه؟ الجلد بصوا بيطلع بره بعضه يعني. فانتي إيه اعمليه متلج. انا على طول كنت بعمله متلج، مش عارفه ليه المره دي سبته. بصوا بقى انا هشيل الست صوابع دولت عشان خاطر ايه بقى بيت كده. فاحنا اخر الشهر طبعا وبنحاول نوفر بقى فمحدش يتكلم ولا حد يتريق، احنا كلنا بنعمل كده. احنا يعني بيوت مصريه اصيله معروفه، لازم لازم نجيب ربع او نص لحمه مفرومه، لازم نشيل جزء منها لازم. تقنعنيش ان مفيش حد بيعمل كده، انا بعمل كده عن نفسي. حتى لو جبت يا بنات كبده بشيل حبه صغننين منهم واسيبهم اعمل بيهم فول. لو جبت لحمه مفرومه اشيل حبه صغننين منهم اعمل بيهم المكرونه زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو اللي فات. اجيب صدق اشيل منه اعمل بيض بالصدق. فقولوا لي برضو يعني الافكار دي عايزه اقول لكم حلوه جدا. وبصوا بتوفر عليكي قوي. يعني مثلا لو انت قاعده زهقانه مالكيش مزاج تعملي اكل، تطلعي مثلا تجيبي فول، ده يبقى الغدا بتاعك. تجيبي فول تحطي عليه حبه الكبده بقى ويطلع فول اسكندراني تحفه. مالكيش مزاج تعملي غدا النهارده، الدنيا حر، الدنيا بصوا يعني احنا بنموت وبنسيح، نطلع كام صبع صدق اللي احنا اهو خدناهم ونعمل فول بالصدق، نعمل بيض بالصدق يعني نحط 3 في البيض و3 في الفول، وادينا عملنا فول اسكندراني تحفه. فعايزاكم بقى تقولي كده اخبار الميه ايه عندكم. يعني انا ساكنه في العجمي احنا بنموت من الميه، يعني تعبت انا لما بشوف الميه بحس بقول هي بفرح جدا بيها. عايزه اقول لكم بقى ما كملتش تصوير للاسف. يونس طبعا كان مقريف قوي قوي، ف ما عرفتش اكمل تصوير. زي ما قلت لكم ان التصوير طبعا بياخد وقت كبير، يعني لو انت هتخلصي الحاجه بسرعه. طبعا انت بتحطي التوابل بقى اللي انت عايزاه براحتك، يعني التوابل دي بتبقى حاجه شخصيه طبعا يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقطع البصلايه فبوريكم. بصوا بقى هنا كده انا خلصت المكرونه. طلعت تحفه وجميله كده يا بنات. يبقى الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا. عايزاكم تقولوا لي كومنت حلو من قلبكم كده، وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه. وعايزاكم بقى تشجعوني عشان نعمل فيديوهات قويه. عايزه اقول لكم طبعا الفيديو ده صغنن بس في فيديوهات قويه جدا تحت، فعايزاكم برضو تقولوا لي رايكم فيها. بحبكم في الله. ومتنسوش تصلوا على النبي. واشوفكم بقى في فيديو جديد، فيديو قوي جدا انا عارفه، او هعوضكم الفيديو ده عشان انا عارفه ان الفيديو دوت هتقولي ايه الفيديو الصغنون ده. لا ده انا هعوضكم واعمل فيديو قوي قوي. وباي باي ومع السلامه.